السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معنا الشعر ده قبل والشعر ده بعد. شايفين الفرق؟ طبعا شايفين اللمعه اللي في الشعرايه، شايفين الطرايين بتاعت الشعرايه. الشعرايه اتغيرت جدا جدا جدا. انا اشتغلت هنا بنانو كافيار، فيلر نانو كافيار، برضو نفس المنتج اللي انا اشتغلت بيه الفيديو اللي فات. انا بختار النانو كافيار ده مع الشعر الضعيف او الشعر اللي هو مش خشن قوي. الشعرايه نفسها بتبقى ناعمه وبتستقبل معايا، بحس ان هي محتاجه ماده خفيفه، فبختار لها النانو فيلر ده. فبيدي نتيجه معايا كويسه جدا جدا، وبيخلي الشعر زي ما انتم شايفين كده يا بنات. في الجزء الثاني من الشاشه توزيع الماده زي ما انتم شايفين يا بنات، بنبعد عن الفروه نص سنتي. بنوزع المادة، بنسيب المادة على الشعر كده حوالي ساعة. أنا هنا صورت بعد ما المادة نشفت، مش بعد ما خلصت توزيع. المادة كده نشفت على الشعر، هاخدها ونروح نشطف زي ما انتم شايفين. الشطف انتم متعودين على الشطف معايا على طول. أنا بشطف أي مادة. بحب ان انا اخفف المادة على الشعرايه. شطفت المادة كده نص شطفة وجبت العميلة هنشفناها هنا استشوار هوا سخن، بس ببعد الاستشوار عن الشعراية، ما بصدرش الاستشوار قوي في الشعراية علشان ما نطيرش المادة وما نبخرهاش، يبقى في مادة في الشعر. زي ما انتم شايفين ادي الشعر قبل، شعر باهت، شعر تعبان، شعر مجهد. بعد ما حطيت المادة شايفين اللمعة اللي في الشعراية. الشعراية بتلمع، الشعراية المادة فيها حاساها بقت مطريه الشعرايه قوي، ملمعه الشعرايه قوي. نيجي بقى للكبس. الكبس يا بنات زي ما انتم شايفين اهو، انا بكبس هنا بمكوه ليزا. المكوه دي برضو جميله جدا جدا، من احسن المكاوي عندي. الشعر ما بيحتاجش كبس كتير، يعني الشعرايه دي بتستقبل معايا على طول، وخصوصا ان الماده مناسبه ليها. بترفعي الخصله كده زي ما انت شايفاني. تيجي واحده في الكومنتات تسالني تقول لي انت بتكبسي كام كبسه؟ ارجع واقول لك انا الشعر كله غير بعضه. في شعرايه بتحتاج كبس كتير، في شعرايه بتحتاج كبس قليل. انت عينيك على الشعرايه، بتمسكي الخصله كده، بتفضلي تكبسي في الشعرايه لحد ما لون الشعرايه معاكي يغير. في شعر هقولك اللون بتاعه ما بيغيرش قوي. هنا ممكن تاخدي بالك من الادخنه، يعني لما تلاقي الشعرايه معاكي ما لونها ما بيتغيرش كتير، فانت خدي بالك من الدخان. لو لقيت الدخان خلص ولون الشعرايه ما غيرش كتير، معنى كده ان انت خلاص الماده اللي في الشعرايه اللي هي محتاجه كبسه اصلا انت خرجتيها. الخصله لازم تكون متساويه زي ما انت شايفه كده، مش طالعه ونازله. الشعر لازم يكون نظيف جدا جدا جدا. قبلها ب15 يوم المفروض العامله توقف زيوت. لو جاتلك وحسيت ان الشعر برضو لسه ملزق، امسك الشعر على الحوض بشامبو كلارافاينج. الشامبو ده 0 املاح، بينظف الشعر جدا جدا من اي زيوت فيه. تضغطوا على مكان الرابطة اللي هو مكان الكحكة، ورا الودان، الحتة المقدمة بتاعة الرأس، الاطراف. ترغوا تشطفوا، ترغوا تشطفوا تاني، وتنضفوا الشعرايه تمام. لازم يكون الشعر مفيهوش قشرة، ما عندهاش اكزيما. كل ده بيختلف يا بنات. الناس اللي عندها قشرة لازم تعالج القشرة الأول. تستخدم بقى الأول قبل ما تجيلك كده شامبو نيزابيكس، شامبو بيتاديرم، تستخدمه 3-4 مرات علشان الشعر ما يتضررش. وبعد طبعا الاستخدام هنستخدم قطرة كريلا من الصيدلية. بعد ما نعمل البروتين أو الفيلر أو البوتكس أو أي مادة معالجة، هنستخدم قطرة كريلا من الصيدلية. بنستخدمها لمدة 15 يوم الصبح وبالليل مع التدليك في الفروة. القطرة بتخلي القشرة تروح من الشعر خالص، يعني بتساعد معاكي جدا. طبعا بالنسبة لاستخدام مجموعة العناية، انت ممكن تستخدمي مرة في الأسبوع. تستخدمي شامبو نيزابيكس مرة واحدة في الأسبوع، لأن الشعر برضو بيحتاج لشامبو فيه سلفات وصوديوم مرة واحدة. لو شعر دهني وفيه قشرة، فلازم نستخدم شامبو يكون فيه سلفات وصوديوم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وبعد باقي الأسبوع نستخدم عادي جدا الشامبو بتاع مجموعة العناية والحمام الكريم والبلسم وكل مجموعة العناية. نفضل ماشيين عليها طول الوقت، بس ممكن مرة واحدة في الأسبوع نغسل بالشامبو التاني. الحفاظ على الشعر ازاي؟ الشعر ممكن العميلة تتصل بك تقولك أنا شعري ظهر فيه كسرة مكان الرابطة.
ده بيبقى سببه يا بنات ان انت ممكن تكوني المكان ده اصلا كان معبي زيوت قبلها بفترة، وممكن تكون العميلة شعرها كان مبلول وربطته. فانت في الحالة دي بتقولي للعميلة اغسلي شعرك ونشفيه باستشوار هواء بارد، ولو غسلته وما ظهرش فيه الكسرة، يعني غسلته بالشامبو بس وما ظهرش فيه الكسرة بتاعت اللي هي كانت بانت معاها دي، يبقى العيب كده كان عيب من ان هي ربطته مبلول او نامت بيه مبلول، او ممكن تكون مثلا حطيته في العباية فخد تانية العباية، الكلام ده كله. لو غسلته ونشفته وما ظهرش فيه حاجة يبقى كده كان عيب استخدام منها هي. لو غسلته بالشامبو بتاع العناية ونشفت شعرها ولقت فيه ديفو مكان الربطة برضو او فيه كسر، هنا بتريح الشعر حوالي 4 أيام او اسبوع، وبتجيب العميلة وبتحط لها على الاماكن المكسرة اللي هي فيها ديفوهات دي، بتحطي عليها نفس المادة اللي انت كنت مستخدمها للشعر. ممكن تحطي معاها معلقة ترميم، معلقة صغيرة بيور كولاجين، او معلقة ترميم مثلا بون روز او دكتور كافيار او اي معلقة ترميم، وبتسيبي المادة على المكان اللي فيه الديفو لمدة 40 دقيقة، وبعد كده بتشطفي نص شطفة، وبعدين بتكبسي على المكان اللي هو فيه الكسر بس. ما ينفعش شعر يكون مش حاطة عليه مادة وانت عاملاه اصلا بروتين او فيلر وترجعي تكبسي على الشعرايه تاني بحرارة عالية بدون ما يكون عليها مادة، لان هيسبب معاكي هيشان وهيسبب معاكي تقصيف في الشعرايه اللي هي مفرودة. فانت هنا مش محتاجة ان انت تحطي مادة غير على المكان اللي فيه كسر بس. زي ما انتوا شايفين هنا يا بنات اهو، انا هنا الكبس بوريكم في نص الكبس كده، بوريكم النتيجة. الشعرايه ما شاء الله تبارك الرحمن بتلمع وجميلة. هنا كنت خلصت كبس كل الشعرايه، بضغط كده على الاطراف لان احيانا احنا بننزل على الفاضي، فبضغط عليها كده بالمكوة لحد ما الدخان يخلص خالص منها. زي ما انتوا شايفين بتلاقوا ايه في اخر حتة كده بيطلع معاكم ايه شوية دخان كده، ده بيعرفك ان لسه كان فيه شوية مادة في النهاية اهو. زي ما انتوا شايفين يا بنات الشعرايه مش ملبده، مش ماسكه في بعضها، الماده خفيفه جدا جدا، المادة مناسبة للشعر جدا. مش لازم تشتغلي بأنواع كتير في الأول، ممكن تشتغلي بنوع ترميم مع نوع بروتين، بس طبعا يكون نوع موثوق فيه وشغالة بيه قبل كده وتشتغلي وربنا يكرمك. نيجي للغسيل النهائي يا بنات. انا بسيب الشعر يرتاح ربع ساعة وبعدين ببتدي اغسل الشعر زي ما انتم شايفين. بنزل المادة خالص من الشعر، هو الشعر اصلا يعتبر ما فيهوش مادة، المية نازلة معكرة عكرة بسيطة، ده معناه ان المادة خفيفة اصلا على الشعراية. هنحط الشامبو بتاع العناية يكون 0 صوديوم و0 سلفات. هنغسل الشعر كويس جدا جدا، نتأكد ان الشعراية نطفت تماما والفروة نطفت كلها من المادة بتاعة الفيلر او البروتين او البوتوكس، المادة اللي انت بتشتغلي بيها كلها نتأكد ان الشعر نضف منها تماما. الخطوة دي مهمة جدا جدا يا بنات في تصويرك وان ما يضر الشعر العميلة. الحاجات اللي انا بقولها دي اللي بتخلي العميلة ترجع لي مرة و2 و3. فلازم الغسيل مهم جدا جدا، ما تخافيش بعد ما تخلصي وتقولي لا انا مش هغسل عشان لو الشعر فيه حاجة فالعميلة هتمشي فخلاص الموضوع انتهى. نيجي للتنشيف يا بنات. التنشيف هنا بيكون باستشوار هواء بارد، بتنشف الشعر كله. الشعر ما شاء الله اهو ما فيهوش ولا كسرة، ما فيهوش اي ديفو، مع ان انتوا شايفين انا الكبس كان سهل جدا ومش كتير، ومش 20 كبسة ولا 30 كبسة، مش كل الشعر اللي بيحتاج كبس كتير. اتفرجي على الفيديوهات بتاعتي، حتى لو ملقتش اجابة على اي سؤال ليكي هنا في الفيديو ده هتلاقي فيديوهات تانية كتير بتقولك على كل حاجة. اهتمام العميلة بالشعر أهم من الفرد نفسه ومن المعالجة نفسها. الشعراية هنا مفيش تقصيف الحمد لله رب العالمين، مفيش هيشان، مفيش شعراية مقطمة، مفيش الشعر مش مالي الأرض بعد ما خلصت شغل، مفيش الكلام ده. المشط كان نضيف طول الوقت الحمد لله رب العالمين. دي نتيجة الفرد يا بنات. هسيب لكم اللينك بتاع المنتجات في الديسكريبشن بوكس. وعايزة اللي مشتركش في القناة وبيتفرج عليها لأول مرة وعجبه شغلي وتكنيك شغلي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. ورمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وبحبكم جدا جدا في الله، وعايزة دعوة ليا من قلبكم، دعوة كده بفك الكرب، وتدعوا باسمي كده ان ربنا يفك كربي
ويحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم يا رب، ورمضان يكون سعيد عليكم يا بنات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. انا هنا طافيه الاضاءه بتاعه الشعر خالص، ومش عامله اي اضاءه ولا اي حاجه، عشان تشوفوا النتيجه طبيعيه من غير اي يعني من غير اي مساعدات. دي كانت النتيجه يا بنات اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والطريقه تكون عجبتكم، وتكونوا استفدتوا مني اي حاجه النهارده. بحبكم جدا جدا، مستنيه لايكاتكم وكومنتاتكم اللي بتساعدني. سلام يا بنات.